كان في المهدية يوم الأربعاء يعني تطاول وانتهاك في بيت الله لا تستطيع أن تتخيل مثل هذا. دخلت جماعة متطرفة إلى بيت الله بعد صلاة الصبح، بين الصبح والظهر في غياب من المصلين، دخلت خلسة إلى المسجد وألقت فيه فضاء البشرية براز أكرمكم الله على سجادات المسلمين أين يصلي المسلمون ويضعون جباههم. في المهدية في مركز الولاية جمع كبير تجمع آلاف المصلين في صلاة الجمعة. في العادة في أغلب المساجد المؤذن أو القائم على بيت الله يعود ليستريح، لا يستطيع أن يمكث في المسجد في 24 ساعة. يعني نزلوا من سور المسجد لأنه كان السور غير عالي وفتحوا الباب الخارجي ودخلوا إلى المسجد وفعلوا ما شاءوا وما أرادوا. الأمر يعني تكفل به القضاء الآن وهو في حاجة القضاء والتحقيق، ولا بد للسلطة أن تتدخل في هذا الأمر وأن تكون لها يد طولة على هؤلاء. كذلك ندعو إخواننا أن يلتزموا بالحكمة، لا يستدرجوهم إلى عنف. نحن نخشى على بلادنا من نتائجه وعواقبه.